قائد معركة الجسور الذي كان آنذاك العقيد الركن سالم مسعود السرور، آمر اللواء 35 في الجيش الكويتي. تعليماته باستدعاء جميع القادة المتواجدين في الكويت للالتحاق بوحداتهم والإسراع في التجهيز للعمليات باستنفار سريع. ولبى نداء الواجب لمواجهة الحدث الجلل آمر الكتيبة 7 المقدم أحمد الوزان، آمر الكتيبة 8 المقدم علي الملا، آمر كتيبة المدفعية المقدم فهد الحشاش، وبمركز عمليات اللواء المقدم ركن فاضل الهزاع، الرائد سليمان الحويل، النقيب رائد عبد الله فراج الغانم. وقادة الوحدات المساندة في اللواء: الرائد سعود الشمري قائد الإشارة، الرائد ظاهر الشمري قائد المشاغل. تنفيذ المهمة للتوجه إلى منطقة اللياح بالشمال والانتشار المعركة. واصل آمر اللواء التقدم على طريق السالمي بمدرعة القيادة حتى وصل إلى موقع المعركة بين منطقة صفات الإبل أي حظائر الجمال وواحة الغانم بجانب مقبرة الجهراء، ومقابل تقاطع الجسور للطريق الدائري السادس مع طريق الجهراء وطريق السالمي للتصدي للقوة المعتدية وقطع الطريق عليها. تمركزت قوة الكتيبة 7 بجانب مقبرة الجهراء على يسار طريق السالمي الجهراء، بينما تمركزت قوة الكتيبة 8 بالجانب الأيمن، وأصبحت واجهة القتال 8 كيلومترات عرضا من مدينة الحجاج حتى معسكر ذخيرة الجهراء، و8 كيلومترات طولا من مفرق الأطراف حتى تقاطع الجسور. وأمر العقيد سالم السرور قائد القوات الكويتية في المعركة بإطلاق القذائف على الأرتال العراقية وتكثيف النيران عليها فوق الجسور بشجاعة نادرة وإقدام غير مسبوق في العرف العسكري. حركة القوات الغازية ونزلوا من آلياتهم وخذوا الأرض. ما حتى الجسور اللي امامهم ما يتقيدون فيها، يصعد على الجسر ينزل من فوق. يعني في بعض الدبابات شفناها صعدت على الجسور وسقطت لأن يعني ما كانوا المفاجأة، عنصر المفاجأة أخذهم، ما توقعوا أنه يكون فيها المقاومة الشديدة أمامهم. ازدادت حدة القتال ضراوة، وأدى القصف المباشر المكشوف من قوة الكتيبتين الكويتيتين 8 و7 ومدفعية الميدان ذات القدرة التدميرية البعيدة والشديدة إلى تخبط قوات العدو وتصادمها ببعض، مما جعل الأهداف سهلة المنال، فتعرض العدو إلى خسائر كبيرة واجهوهم بالتصدي والتحدي والمقاومة العنيدة، رافعين بصنائعهم هامات الكويتيين وراية الوطن عالية خفاقة.